النهاردة أنا هعمل فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة جميلة والطعم هو الأروع. هعمل معاها أحلى وأطعم وألذ مكرونة تشيز بطريقة سهلة جدا. هحضر التتبيلة بتاعة الفراخ. أنا هستخدم عصارة الفاكهة. هعصر البصل والطماطم، معايا بصلتين وحبتين طماطم هعصرهم. لو ما عندكيش العصارة استخدمي الكبة، اضربيهم وصفي البصل والطماطم. انا هستخدم المية بتاعة البصل والطماطم، مش هستخدم التفل. انا علشان هعمل فرختين هضيف التوابل: معلقتين ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كزبرة، نص معلقة بابريكا، معلقتين خل، معلقتين عصير ليمون. هضيف نص معلقة توابل فراخ، وهضيف التوابل المشكلة دي ظرفين. لو ما عندكيش استغنى عنها. هضيف معلقتين زيت زيتون هخلطها. الفراخ انا غسلاها، هنزل بالتتبيلة على الفراخ من تحت الجلد وهدخلها التلاجة ليلة كاملة. تتبيلة جميلة جدا. هغطيها وادخلها التلاجة ليلة كاملة. هسوي الفراخ بعد ليلة كاملة. في صينية هجيب فيها الستاند بتاع الفراخ. لو ما عندكيش مج حراري او اي برطمان او اي كنز بتاع صودا بس املاها مية. هدخلها الفرن على درجة حرارة 450 امريكا او 220 لمدة ساعة ونص. انا هغطيها بورق زبدة. انا عايزاها تاخد لون خفيف. انتي لو حباها تاخد اللون الشاو مش لازم تحطي ورق الزبدة او تشيلي ورق الزبدة في نص المدة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 220 امريكا 450. وهحضر المكرونة التشيز. هبشر جبنة تشيدر. الجبنة اللي معايا باون يعني 450 جرام. هبشرها بالمبشرة. هروح على البوتاجاز هحضر الكريمة او الجبنة اللي هضيفها على المكرونة. المكرونة بتتسلق في حلة. هنزل بمكعب زبدة. هضيف 4 معالق دقيق. هشوح الدقيق زي البشاميل. وهنزل باللبن. لبن 4 كوبايات او لتر. ال4 كوبايات حلوة لنص كيلو مكرونة. هضيف رشة ملح ورشة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا. مش هكتر التوابل علشان احس بطعم الجبنة. هنزل بالجبنة. هخلي جزء من الجبنة علشان اضيفه على المكرونة من فوق. لما الجبنة تسيح والسمك يتقل هرفعها من على البوتاجاز. المكرونة اتسلقت. هنزل بالجبنة على المكرونة. الصينية اللي تدخل الفرن انا دهنتها. مش حابة تدخليها الفرن، هي حلوة خالص كده. في مطاعم
بتعملها كده. في مطاعم بتحط عليها جبنة وبتدخلها الفرن. الطريقة السهلة تقدري تعمليها. انا هدخلها الفرن. هضيف باقي الجبنة من فوق، الجبنة السيح بس. حباها تاخد لون براحتك. الفراخ استوت، شايفة لونها جميل جدا. الفراخ اللي معايا كانت حجم وسط، في حدود 1.5 كيلو او اقل. حجمها ما كانش كبير. قعدت 1.5 ساعة في البوتاجاز. عاملة معاها ورق عنب. شايفة المكرونة التشيز جميلة جدا غير الطعم. الفراخ مستوية ولونها جميل جدا. تتبيلة سهلة والطعم ولا أروع. وإن عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي معملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار بأي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر. فعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم في فيديو جديد.